الشيطان بيضحك عليك. خدعة الشاطرين في رمضان ان الشيطان يبدأ يرجع لك حلم كان زمان موجود عندك، او حاجة كان نفسك فيها زمان واجلتها، او حلم جديد او شغف جديد في رمضان قبل رمضان بشوية، فده ياخد من طاقتك ومن جهدك ومن روحانياتك اللي في قلبك. وده حصل معايا السنه اللي فاتت، وادركت انه كان بيحصل في كل رمضان، بس انا ادركته بس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت قبل رمضان جالي ان انا لازم اعمل قناه الانيميشن دلوقتي، وكفايه تاجيل وكفايه ان انا كل حاجه اجلها. وبدات ان انا قبل ما رمضان ان انا اتعلم الانيميشن، وان انا ابدا اعمل، وده خد من طاقتي ومن جهدي ومن روحانياتي ومن وقتي ومن كل حاجه، وخليني دايما متوتره لاني مش عارفه اوافق بين رمضان وبين المذاكره وبين الحاجه الجديده اللي حصلت دي. وبعد رمضان بكام شهر الحاجه دي وقفت وما نجحتش القناه دي. فادركت الخدعه دي دلوقتي، ان الشيطان ممكن يرجع لك حلم قديم كان عندك، او شغف في حاجه جديده، او حاجه كنت اصلا البلاك ليست بتاعك، ولكن يقولك لازم تعملها دلوقتي او قبل رمضان بشويه. ودي خدعه الشاطرين في رمضان، اوعى تكون منهم.